تعالوا نتعلم كريمة الليمون بطريقة مظبوطة. كل اللي نحتاجه 55 مللي عصير ليمون و90 جرام سكر وبيضاية و2 صفار بيض. هنقلبهم كلهم على نار هادية وبعدين هنحطهم في الخلاط او بالهاند بلندر وهنزود عليهم 40 جرام زبدة بالتدريج لغاية ما تختفي الزبدة خالص، وبعدين هنصفيها عشان ما يكونش فيها اي تكتلات وتبقى الكريمة معانا ناعمة وبتلمع. الكريمة دي تنفع لحشو الكيك والتارت والتشيز كيك. انتي قوليلي هتحبي تستخدميها في ايه؟ ما تنسيش تعملي لايك وفولو للبيج عشان يوصلك كل الوصفات السهلة الاقتصادية. ازاي نعمل حليب مكثف محلى في البيت بكل سهولة؟ مكونات كلها موجودة في البيت. كل اللي هنحتاج كوباية سكر، كوباية لبن باودر، ونص كوباية مية ومعلقة زبدة، وهنضربهم بالهاند بلندر او بالخلاط زي ما انتي شايفة، وكده هيكون جاهز معاكي احلى حليب مكثف محلى. ازاي نعمل عسل كلوكوز بكل سهولة؟ هنحتاج كوباية سكر، عليها كوباية الا ربع مية، وعليها عصرة ليمون ورشة ملح صغير. هنرفعهم على النار لحد ما يغلوا، هنقلبهم سوا. عشان نختبرها هنجيب كوباية فيها مية ونحط الخليط دوت في المية. لما يعمل معايا كورة ناشفة يبقى احنا كده نجحنا في عسل الكلوكوز بتاعنا. عمرك سألتي ليه عجينة السكر بتسيح أو بتعرق على التورتة؟ السر مش في عجينة السكر، السر تحتها. النهاردة هنعمل مع بعض نشا التغليف بالزبدة. هنحتاج 300 جرام شوكولاتة وهندوبها في الميكرويف، وهنضيف عليها 150 جرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة و20 جرام عسل كلوكوز. هنقلب كل ده ونسيبه برا لحد ما يبرد خالص، وبعدين هنضربه بمضرب كهربائي. هنستخدمها للتغليف على الكيك. لو عايزة عجينة السكر تطلع مظبوطة من أول مرة اعملي حفظ للفيديو، متنسيش المتابعة. ازاي نعمل جيلي تلميع الفاكهة في البيت بكل سهولة؟ كل اللي هنحتاجه 120 جرام سكر، 12 جرام نشا، 100 ملي مية، ومعلقة عصير ليمون. هنقلبهم كلهم سوا على البارد وبعدين هنرفعهم على النار. هنفضل نقلب فيهم لحد ما القوام يتقل، وبعدين هنطفي عليه ونسيبه يهدى ونغطي وشه بالاسترتش. ومتنسيش تعملي لايك ومتابعة للصفحة عشان يوصلك كل جديد. أكثر الناس نجاحا هو اللي بيحط هدف وخط لنفسه بدون ما يشوف أحد، فما يقارن نفسه بأحد. وإذا كان في حواليه ناجحين فهم بالنسبة لي قصص صح. يستفيد منهم لأخذ خبرة ووعي ونضج ودافع مش أكثر. لكن الطريق من يرسمه، الشخص يرسم له طريق لوحده ويحط له هدف في الأخير. هذا الناجح المتزن اللي يوصل بمتعة ويستمتع بالرحلة ويوصل لخط النهاية مع متعة واتزان ونجاح. دي الكيك اللي بتتاكل في أي وقت وجنبها كوباية شاي، تنفع في كل الأوقات حتى لو جالك ضيوف مفاجأة. كل اللي هنحتاجه بيضتين وعليهم فانيليا وكوباية سكر. هنضربهم كويس وبعدين هنحط نص كوباية زيت ونص كوباية زبادي ونص كوباية لبن وهنضربهم كويس مع بعض. مجرد ما الخليط يتجانس هنبدأ نحط المواد الجافة، كوباية ونص دقيق ومعلقة بيكنج باودر. هنقلب مجرد ما يختفي الدقيق ويدينا قوام للكيك تقيل. هنقسم الخليط لجزئين، هناخد جزء هنحط عليه كاكاو، يفضل نوع كاكاو خام اسباني. هنقلبه كويس لحد ما يندمج مع العجينة، وبعدين هنجيب الصينية مقاس 24. طبعا هندهنها شوية زيت او زبدة وهنبدرها بالدقيق، وهنصب الخليط بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. دخلها فرن سخن لمدة نص ساعة من تحت، وعلى اخر دقيقتين هنولع من فوق عشان تاخد لون حلو زي ده. جربي طريقتي مرة وصدقيني هتبقى ثابتة عندك وهتدعيلي. ما تنسيش تعملي لايك ومشاركة للفيديو عشان ما تضيعش منك. تعالوا نعمل خبز سوسيس طري زي القطن ومضمون من أول مرة. كل اللي هنحتاجه 150 ملي مية و150 ملي حليب، معلقة خميرة كبيرة ومعلقة سكر، وطبعا لازم تكون المية دافية عشان الخميرة تتفاعل. هنقلبهم سوا وهننزل 70 جرام زبدة مذابة وبيضة وهنقلب سوا، وبعدين هننزل معلقة ملح وهنحط نص كيلو دقيق 500 جرام. هننخله كويس وبعدين هنعجن كل ده بإيدينا أو بالعجان المتوفرة عندك. لازم ياخد مدة عجن كويسة عشان يديني نتيجة
مرضية في الاخر. سامحوني لو صوتي تعبان شوية، بس صدقوني الوصفة ما كانش ينفع اجلها عليكم. بعد ما خلصنا عجن فيها هنسيبها ترتاح، وبعدين هناخد العجينة وهنفردها بشكل مستطيل زي ما انتوا شفتوه. هنقطعها شرايح. هناخد السوسيس وهنلف كل شريحة على السوسيس زي ما انتوا شايفين قدامكم. بعد ما نخلص الكمية هناخد بيضة، ممكن نحط عليها معلقة خل وندهن بيها وش العجينة ونرش سمسم وممكن حبة البركة. بندخلها الفرن على درجة حرارة 180، وبعدين بنطلعها وبنقدمها. لو صوتي ما عجبكيش اكيد الوصفة هتعجبك. ما تنسيش تعملي لايك وفولو واكتبولي عايزين انزل ايه تاني. باي. استني ثانية، التشيز كيك ده لو جربتيه صدقيني مش هتعملي غيره، طعمه ناعم وفخم ومن غير اي تعقيد. ويلا بينا نجهز التشيز كيك سوا. هنحتاج 2 باكو بسكوت شاي، عليهم ربع كوباية زبدة موزبة. هنخلطهم مع بعض لغاية ما يبقوا زي الرملة. هنوزعه في قالب الكب كيك وهنضغط عليه كويس. ولتحضير الكريمة هنحتاج 300 جرام جبنة كريمي، 125 جرام سكر، 3 معالق دقيق، ومعلقتين نشا، عصرة ليمون، وبيضاية، وعلبة كريمة 200 مللي. هنوزع الخليط السائل على البسكوت وهندخله على درجة حرارة 180 في حمام مية. ولما تطلع نكون مجهزين صوص الشوكولاتة أو أي صوص بتحبوه، وهنحط على الوش بعد ما تهدى الشوكولاتة ونزوقها بأي شكل تحبيه. متنسيش تعملي لايك ومتابعة للصفحة ولايك للفيديو عشان يوصلك الفيديوهات سهلة واقتصادية. لو عايزة وصفات أكتر اكتبيلي في الكومنتات حابة الوصفة الجاية تكون ايه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. واو، اوه ماي لا 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 كذا كثير على قلبي. اوه ماي جاد يا ذا بعضي وكلي حتى ما قلي